اهلا وسهلا بمجدي. اهلا وسهلا. مجدي كان متزوج، عنده ولدين، عندك ماجد ومحمد. ايوه. شو اعمارهم ما شاء الله؟ 7 سنين و 7 سنين و6 سنين و6 سنين. ما شاء الله عليهم. الله يخليهم ويعيشهم ويكبرهم. الله يخليك. مجدي شو بتشتغل حضرتك؟ انا عندي شركه صغيره كده لاستيراد والتصدير. استيراد وتصدير؟ هنا في مصر؟ موجوده في مصر. موجوده في مصر. ماشي الحال؟ الشغل ماشي؟ يعني كويس ماشي لحد ما. انت متعوب، مش عايش كويس بقالك فتره. بقالي سنتين. بقالك سنتين. خلينا نخبر المشاهدين الحكايه. مجدي شاب متزوج مثل ما سمعنا، عنده ولدين وعايش بهناء وبراحة، بيشتغل، عنده زوجة سيدة محترمة في المنزل، متعاونين سوا، عم بيربوا الأولاد. زوجته اسمها دينا. وحب وعشق وغرام، دينا جابت مربي للأطفال، شغلتها عندها في البيت عشان تدير بالها من الأولاد. بقى الست كانت تشتغل وتقوم بواجبها كما يجب، ودينا مرتاحة، بالها مرتاح، تخرج تدخل تروح تجي، إلى أن ذات يوم راحت على الشغل السيدة دينا زوجة الأخ مجدي، ثم عادت وفجأة دخلت إلى المنزل، وجدت الأستاذ مجدي في سريره، عفوا يعني، مع المربية. طار عقلها، مش متوقع هالشيء، تخانقوا، شاجروا، ضربته بالمنفضة، نحن بنسميها بالطفاية، بالطفاية. وين صابتك بالطفاية؟ دماغي. جرح، نزل دم. المهم انه هلا عم نضحك، بس القصة جدية جدا. هذا الحادث سبب بانفصال الزوجين، بخراب المنزل. مجدي يعني الآن مش عم بيشوف أولاده، ضائع بلا الأولاد، وحس إنه حياته انهارت. طبعا برر لها لدينا قبل وقال لها إنه أنا ماليش دعوة، هي الست دخلت علي بالغرفة وغررت بيه. مجدي لو أنا قاضي حكمت عليك. لا، في خيانة، يعني خيانة واضحة. خيانة لم تقع. خيانة لم تقع. كيف لم تقع؟ يعني أنا كنت في غرفتي، لكن أنا ما عملتش حاجة. حد فتح الباب ودخل وأنا نايم. خلاص أنا طيب الست لما رجعت مدام دينا شافتك، كيف شافتك؟ لا، ما شافتنيش بوضع. لا لما كنتش، هي شافتها في الأوضة جنب، يعني موجودة، لكن ما شافتش وضع تاني. مجدي قصة كبيرة. هلا أنا أشكرك إنك جيت، والحقيقة هي أكثر من شكر، يعني بقدرك على هذه المبادرة، وإن شاء الله ننجح إنه نقدر نقنع السيدة دينا إنه ترجع. هل تابعت أخبارها أنت بالفترة هذه بالسنتين؟ أكيد طبعا، أكيد. حاولت إنك ترجعها؟ حاولت تصالحها؟ أكيد طبعا، أكثر من مرة. الأولاد عم تشوفهم؟ شفتهم كذا مرة، يعني عن طريق الأهل. عن طريق الأهل. طيب يا سيدي، نحن سلمنا الرسالة، بعتنا الساعي البريد أو ساعية البريد عشان يسلموا الرسالة لدينا. خلينا نشوف إذا دينا وافقت على المجيء. اطلع بالشاشة. أهلا جورج، النهاردة مشوارنا في فيصل عشان نسلم دعوة الحضور لدينا نشأت.
الخير. صباح النور. استاذه دينا نشأت. ايوه. حضرتك عندك 35 سنه. ايوه يا فندم. وعندك ولدين. ايوه. حضرتك اخصائيه علاج طبيعي تقريبا، صح؟ ايوه. تفضلي يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ترددتي ليه؟ وقفتي؟ كنت عايزه تروحي؟ يعني فوجئت لما شفت حضرتك. شكرا. حصل لنا الشرف. ان شاء الله مفاجاه ساره. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني تفاجأتي للخير ولا للخير طبعا. للخير. حد يشوف حضرتك وما يتفاجئش بالخير. تسلمي سدينا. لا شكلك ست لطيفه جدا، وانا شفت لما سلموكي الدعوه وكيف قبلتيها هيك بسرور وبمحبه. اهلا وسهلا. كفايه اني اقابل حضرتك. تسلمي. اولادك شو عندك اولاد؟ عندي ماجد وعندي محمود. محمود. اها. محمود ما شاء الله صغير. ايوه عن 6 سنين و7 سنين. نعم الله يخلي لك اياهم. وهم معاكي يعني؟ معايا. اها. وزوجك بيعمل ايه؟ زوجك شو بيشتغل؟ هو في الاستيراد والتصدير رجل اعمال. رجل اعمال. رجل اعمال. سعيد انه اشوفك معي، بس بدك الصراحه هالبرنامج انا وسيط فيه، يعني مش انا اللي بوجه الدعوه مباشره، انا بكون وسيط بوصل لك رساله او لغيرك كمان، انما الموضوع بيكون مختلف، في حد شخص ثاني هو باعت الرساله، باعت الجواب. خلينا نشوف. اوكي. أنا محرج بهالحالة، أنا محرج. ما عنديش أي كومنت. بهذه الحالة أنا محرج، ومن الآن بدي أقول لك إنه أنا متعاطف معك. قبل ما أبدأ، الأخ مجدي زوجك، مش عارف إذا السابق بس لسه ما طلقته بعد، بس مجدي ارتكب جرم كبير بنظرك، بنظر المجتمع، بنظر الجمهور هلا اللي قاعد معي، ويمكن الجمهور اللي عم بيشوفوا على الشاشه. طبعا هو بينكر انه القصص صارت بهذا الوضوح، انما مجدي اب حنون، مجدي زوج محب، في علاقه طويله بينكم بعض، وعندكم ولدين ما شاء الله، ماجد ومحمود بدهم يكبروا. مجدي له 2 سنين يبدو تعبان، مش مرتاح، مش عايش. انا حكيت معاه قبل مطولا، يعني كلامه مؤثر، انا شفته انه جدي بكلامه، وبيعرف انه ارتكب خطيئة، بس جاي لهون عشان تسامحيه. هذا البرنامج اسمه المسامح كريم، هذا برنامج مش مسابقات، هذا برنامج بيكسب فيه الإنسان، بيكسب فيه الآخر. المسامح كريم. مجدي قبل ما تحكي أنت وياه بعت لك رسالة معي، بدي أقرأ لك إياها إذا ما عندك مانع. خليني أقعد جنبك. أوكي تفضل. بيقول لك: زوجتي الحبيبة دينا، أقول لك زوجتي لأنك لا زلت زوجتي ولن أتخلى عنك أبدا. حبيبتي، لأني لم أحب غيرك ولن أحب غيرك. أعرف جيدا أنك مجروحة في كرامتك، لكنني والله العظيم بريء، كما أنك تتحملين جزءا من الخطأ، لأنك أنت من أدخلت هذه الشيطانة إلى منزلنا. حبيبتي دينا، فاتت علينا أيام صعبة وكنا متمسكين فيها بعضنا ببعض. راعيتك في مرضك، فكيف أخونك في غيابك؟ يا دينا، أولادنا أهم من أي خلاف، ولا أريد أن يتربى أبناؤنا بين أب وأم منفصلين. أريد أن أضمكم جميعا، وأن نعيش معا جميعا، وأن نسافر كما تعودنا إلى الإسكندرية
لنستعيد أجمل ذكرياتنا. أريدك يا دينا أن تفكري في المستقبل بدلا من الماضي، وأن تغفري لي أي شيء، وتقدري أنني جئت أطلب منك الصفح والسماح أمام العالم كله، ولا أريد أن أعود إلى البيت لوحدي، بل معك أنت وأبنائي بعد أن تسامحيني، والمسامح كريم. للأسف مش هينفع يا جورج، صعب. دينا أنت معك حق، قلت لك أنا من الأول أنا متعاطف معك ومؤيد موقفك، وفي يعني إذا المسألة خيانة، في خيانة لا تغتفر، بس هو ما بيعترفش بده. هلا بنشوف، لأنه خلينا نشوف شوي، لأنه ليكي إذا ممكن ننقذ هذه العائلة، إذا ممكن، إذا في مجال رح نحاول قد ما فينا، أنا وكل هالجمهور اللي حولي رح نحاول إنه ننقذ هذه العائلة في سبيل مستقبل الطفلين، مستقبلك ومستقبله هو كمان. دينا بدي بس الفت لك نظرك لي لملاحظة. أنا كلمته قبل وكانوا الناس كلهم عم يتسمعوا، والجمهور طبعا عبر الشاشات عم يتسمعوا عليه، يعني الرجل ضحى بسمعته. هلا هو ما كانش مين عارف مجدي انه والله خان زوجته او ما خان، هلا اجى على التلفزيون وملايين الناس حيشوفوه، وهو حالة شعره على فكرة حيشوفوا راسه المحلوط، ويعني حط حاله بموضع فيه شوية ذل، يعني عشان يجي يقول لك يا دينا أنا أخطأت، تعالي ننقذ الموقف ولازم نرجع لبعض. هلا أنا حكيت اللي بدي أحكيه، هلا في كلام آخر بحكيه بعدين، بس بدي إياكي تسمعي لمجدي شوي إذا ما عندك مانع. أنا ما عنديش مانع عشان خاطرك، بس أنا سمعت كتير ومش مقتنعة، أنا عمري ما هصدق عينيا خلينا نحاول محاولة أخيرة، إلا إذا أنت مش عايز تيبقى. لا للأسف، يعني أنا آسفة إن أنا أقول لك المحاولة دي فاشلة. من هلا فاشلة؟ أيوه من الآن فاشلة؟ فشلتيني من الأول؟ لا أنا ما فشلتكش، بس هو الموضوع أنا عم بحاول. طيب عم بحاول أنقذ عائلة. طيب ما أنت عندك يعني الأطفال دول بدك إياهم يربوا من دون أب؟ كرامتي فوق أي حد. خلينا نسمعه بالأول، بعدين في ليكي أحيانا كتير في نساء كتير بالعالم ورجال بيضحوا مش بكرامتهم عشان أوكي، أنا ضحي عشان خاطر ولادي لو مشكلة بسيطة، لكن بالنسبة للمشكلة دي صعبة. طيب يا ستي، طيب يا ستي اسمعي، بعدين فلسف لك الموضوع، أنا خليني أسمعه بالأول. مجدي زي ما اتفقنا توجه كلامك مباشرة، طلع بالشاشة. دينا أنا آسف، يا ريت نبدأ من أول وجديد وننسى اللي فات، وبعدين صدقيني أنا كنت مظلوم والله، وعشان خاطر العيال، وبعدين في عشرة 7 سنين، وبعدين ما تهدمهاش عشان خاطر غلطة واحدة، حتى إذا كانت هي مقتنعة إن هي حقيقية. ده اللي أنا عاوز أقوله لها، يعني لازم تفتكر أي حاجة حلوة بينا وبين بعض. يا ريت تسامحني يعني. بس تسامحك هيك؟ دينا أنت هو بيقول إنه ما صار شيء بينه وبين البنت. صعب إن أنا أصدق يعني. خلينا نعرف الحكاية مظبوط. أنت دخلتي على الباب، شو شفتي؟ هي المفروض كانت تنزل معايا أساساً للعيادة بتاعتي. فقالت ابني تعبان. نعم. فشفقة بيها أنا سبتها. نعم. قلت لها طب أوكي خليكي في البيت، هو كان المفروض ابنك أنت تعبان؟ ابنها هي. ابنها هي؟ وابنها وين موجود معاكم في البيت؟ أنا شغلتها سنة عشان خاطر ابنها. طفل عنده 3 سنين. من هيك صعبانة عليكي؟ طيب قالت لك الولد تعبان؟ الولد تعبان وسخن شوية، قلت لها خلاص خليكي، ومجدي بيقوم الساعة 12 الظهر، أنا محضرة له الفطار على السفرة، هو يقوم يفطر وينزل. أنا رحت شغلي، المفروض إن أنا نزلت خلاص رايحة شغلي، جيت أدور العربية، واخد بالك نسيت نضارة الشمس فوق، مفيش 10 دقايق يعني، طلعت أجيبها لقيت باب أوضة النوم مغلق. بالمفتاح؟ بالمفتاح من جوه. من جوه. دورت عليها في الشقة عشان ما صحوش، قلت ممكن هو قفل على نفسه، ما لقيتهاش خالص، ولقيت ابنها نايم في الأوضة بتاعتها، ما لقيتهاش في الشقة كلها. خبطت على الباب حوالي 3 دقايق قبل ما فتحه. تبرر ده بإيه؟ مجدي أنت ما قلتش حاجة كده، ما قلت لي هيك. أنا كنت نايم. مين سكر الباب؟ مين سكر الباب بالمفتاح؟
شو جاي لهون؟ نحن قلت لك ما تسود لي وجهي مع مدام دينا يعني. حدا قفل الباب بالمفتاح. هي اللي قفلته، هي دخلت لقيتني انا نايم. وقفلته. هي التانية باين لما حست ان هي طالعه قفلت الباب. حست انه هي طالعه؟ يعني ده الاكيد يعني. ده اللي انا قفلت الباب هي من انا ما حققتش، بس ده المتوقع يعني عشان انا كنت نايم. اسمع، انت جاي تطلب منها الصفح، جاي تفتح صفحه جديده معاها. الصفحه الجديده معاها بدها تكون مبنيه على الصدق. يا بتكون صادق بروايتك الان، صادق بكلامك بوعودك إلها بالمستقبل. انا ما بقبلش يعني يصير في صلحه كده، البنت اساسا قالت كلام غير ده خالص. مش في مستقبل. انا جبت البنت. نعم. جبت ناس جابوا لي البنت. لما جبتها وهددتها ان انا هحبسها، قالت لي ان هو وعدها انه هيعمل لها شقه زي دي وهيجيب لها عربيه وهيتجوزها عليا وهيطلقني. انت سيبك من كلامها، بعدين هتحكي اي شيء يعني، راح تحكي لك اي كلام، عارفه؟ هلا هو ذات نفسه كذا مره قال لي مشيها، وانا قلت له حرام، دي مرميه في الشارع مالهاش اهل. ده بيشفع فيه يعني. لو قال لك مشيها، لو بتمسك فيها ما بيقول لك مشيها كمان. ما بدك تفكري، انت معك حق، ولا اي ست في العالم تقبل الوضع اللي حصل، وخاصه من بنت اشفقتي عليها ودخلتيها بيتك، اساءت الاماني، ومن زوج ايضا كان ضعيف. هلا المهم ده من الماضي صار. الرجل حزنان وتعبان وهو قال لي ضايع بلاكم، وعايز انه يرجع العيله ويلم العيله. طبعا اذا بده يصالح وبدك تصالحيه بده يعمل وعد قدامي مقطوع انه خلاص يعني بقاش في مزح، ما فيش مزح. بدك تفكري بهذا الواقع، بهذا الوضع. الانسان بيغضب، تنجرح كرامته، بس مستقبل اولاده بيضل اهم، بيضحي احيانا من شان اولاده. لو انا احكي لك شي كلمه انت يا ابو الهول، تفضل. هي عارفه انا تعبت قد ايه عشان احاول ان انا احل المشكله ديت، وبعدين هي لغايه وقتنا هذا مقتنعه ان انا كنت في حاجه بينهم وبين. هي مش عاوزه تشيل الموضوع من دماغها. انا بقالي سنتين يعني مش النهارده، وجاي النهارده برضو بحاول اقول لها سامحيني. دينا، هل سبق شكيتي فيه شي مره قبل المساله دي، قبل القصه دي؟ هل عمل شي مثلا خلاكي تشكي؟ لا، مجدي على طول بيضحك وبيهرج، ودي طبيعته مع اصدقائكم ومع صديقاتكم مع كذا. هل شكيتي شي؟ وكل بيحبه. بص احنا نقول لينا ولا علينا، كل بيحبه، واهلي بيحبوه، واهلك بيحبوه. طيب بس انه ما حسيتي، ما لمستي انه هو بتاع ستات، بتاع كذا يعني بيروح بيزوغ شويه؟ لا ما حسيت يعني. طيب غلط يا زلمه. طيب شو بنعمل؟ بندمر البيت، بندمر الاولاد، بكره بيطلعوا الاولاد. طيب وانت مبسوطه سعيده هيك؟ لو انت قتلت واحد واعتذرت له، ده هيحييه تاني؟ لا، بس القتل ده قتل، وده قتل برضه. يا شيخه الانسان ضعيف. النفس اماره بالسوء، انسان ضعيف والله يعني. احنا بشر. هلا نحن بشر، برافو عليكي، نحن بشر، ما نقدرش نغفر. لا يعني ممكن لازم نسامح، بس ما نقدرش نغفر. الله بيسامح، ربنا بس اللي يغفر، ونحن بيغفر طبعا، بس الانسان يسامح، والمسامح كريم. وانا مش قادره اسامح. والله اكرم. انت بدك تفكري قبل ما تجاوبيني. انا حسيبك تفكري شوي يعني. خدي لي كم ثانيه فكري فيها، احكي بهالوقت. انت فيك تحكي لانه انا تاركها، اعطيها 5 ثواني تفكر. مسيبها بقالي سنتين بتفكر. يا ريت كفايه كده بقى بجد يعني. هي لو بتفكر في الاولاد هتنسى الموضوع ده. وبعدين كفايه ان انا جيت لك لغايه هنا يعني. بجد مش هقدر، وولادي مش هتنزل عنهم، وهو عارف كده كويس قوي، ولو هتوصل المحاكم مش هتنزل عنهم. بس وارجو ان هو يطلق. هو اللي مش عم يطلق. كذا مره يوعدني ويروح عند المأذون ويسيبني ويمشي، لانه مش عايز يطلق، بيحبك الرجل. ارجو لو لسه عنده ذره من الرجوله، انا اسفه، طلقني. خلاص
اخذي قرارك؟ ولا ممكن يعني؟ ولا باي حال؟ ابدا؟ خالص. مش هتفتحي الستار ده؟ مش هتسامحي؟ استحاله. انا عملت شقتي الخاصه بيا دلوقتي ومش عايزه منه حاجه. خلاص طلعتيه من حياتك. من سنتين. من سنتين طلع. سنتين وشهر على فكره. ومش عايزه ترجعيه بقى خلاص؟ ولا ممكن؟ استحاله. انا زعلان لانه فشلت اني ارجع العائله لبعضها، بس الايام قدامكم، يعني في وقت، مش ضروري تتصالحوا باستوديو، ممكن تتصالحوا خارج استوديو. صعب. دايما فكروا بالاولاد. مجدي اخر كلمه بدك تقولها؟ اقول لها حاولي تسامحيني وتنسي. جاوبي. لا. لا. مجدي انا اول شيء اودع دينا شكرا جزيلا، يعني كنت بتمنى انه تنتهي بشكل ايجابي هلا طبعا، بس وقدرك على راسي، بس صعب. تسلمي على كل حال. شكرا على مجيئك حبيبتي. تفضلي. مجدي، شوف هيدا شيء عاطفي بينك وبينها، يعني ما فيني انا اعبر عنها، هي عبرت عن كل شيء عندها، ما فيني كمان اعبر عنك، انت عندك. بس انا بدي اتشكرك لانك جيت، لانك شجاع، لانك حاولت. وهيدي يعني هالقصة ستبقى امام اولادك لما يكبروا، اذا ما رجعتوا لبعض، انك حاولت، وعندهم اثبات انك حاولت امام ملايين الناس. بشكرك على ثقتك، و الله يوفقك. الله يخليك. شكرا.